لما تشتري اي هاند هيلد بي سي انت تقدر تشغله على طول وتستخدمه بدون اي مشاكل ولا هتحتاج اي حاجه تانية، ولكن عشان تحافظ عليه وتاخد افضل تجربه هتحتاج تشتري شويه حاجات زي الاكسسوارات اللي انتوا شايفينها دي، اللي انا بستخدمها تقريبا بشكل يومي مع ليجن جو بشكل خاص ومع باقي الهاند هيلدز بشكل عام. اهلا بيكم. عايز اقول حاجه قبل ما ابدا الفيديو، بان كل الاكسسوارات دي وكل الاجهزه اللي انا بصورها دي بتاعتي انا شخصيا، مش سبونسرد ولا اي حاجه، فانا بحاول بقدر الامكان ان انا اقدر اشتري الاجهزه دي عشان يكون عندكم فكره عنها واقدر افيدكم في حاجات كتير تخص الاجهزه دي. ومن ناحيتك تقدر تدعم القناه عن طريق الثانكس وانك تعمل سبسكرايب في القناه. خلينا نبتدي باول اكسسوري، وانا شايف ان هو اهم اكسسوري طبعا الاكس بوكس. طبعا احنا عارفين ان هي بتقدم الكنترولرز دي اللي بتيجي طبعا وايرلس وبتيجي ببطاريه خارجيه بتقدر ان انت تستبدلها، ولكن مع الاليت سيريس 2 الموضوع مختلف شويه، لان اولا الفيل بتاعه مختلف جدا والديزاين بتاعه مختلف خالص عن الاكس بوكس العادي. هتلاحظ هنا ان هي واخده شيب مختلف واخده شكل ميتاليك شكله حلو جدا وعصري، وكمان هتلاحظ بان في 3 ليفل، الثلاثه ليفلز دول تقدر تتحكم بيهم عن طريق الزرار ده، والثلاثه ليفلز دول هم الخاصين بالفايبريشن وتقدر ان انت تطفيها خالص، ودي فيتشر مش موجوده في الكنترولرز الثانيه بتاعه الاكس بوكس. وكمان بيجي بكيس شيك جدا وفيها منفذ هنا، والمنفذ ده بتقدر ان انت تقفله وبتقدر كمان ان انت توصل بيه التايب سي عشان تقدر تشحن الكنترولر جوه الكيس نفسها. وزي ما انتم ملاحظين كده هتلاقي فيه بادلز هنا، وكمان موجود التريجر سنسيتيفيتي اللي هي بتقدر ان انت تتحكم فيها قد ايه الرينج بتاع التريجر نفسه ممكن يوصل. ممكن ده الوايد رينج، وبعد كده تقدر تقلله، وبعد كده تقدر تقلله خالص بحيث ان انت تعمل بس كليك عليه. وكمان البادلز دي تقدر ان انت توصل لها بسهوله جدا، وكمان بتقدر تشيلها خالص وتركبها بشكل سهل جدا عشان هي كمان ماجنت. والبادلز دي تقدر تستخدمها وتقدر تعمل لها كستمايزيشن، وكمان هنا تقدر تشيل الجويستيكس خالص وتستبدلهم بالموجودين في الكيس. الكيس اللي بتيجي مع الاكس بوكس دي ممتاز جدا. فيها اول حاجه اللي هو التشارجر اللي بيوصل عن طريق التايب سي عن طريق المنفذ ده من الخارج، وبيتوصل عن طريق البنز دي وبيشحن الكنترولر بشكل وايرلس. وتقدر زي ما انتم شايفين كده تستبدل الجوي كونز بجوي كونز مختلفة، دي بنفس الحجم، وفي اللي هو الحجم الكبير عشان الجيمز اللي فيها ريسنج. كمان في جريب تانية بشكل مختلف تقدر ان انت تستخدمها. حتى كمان الدي بادز اللي بتيجي بالشكل السيركلر ده تقدر ان انت تشيلها كمان عشان هي ماجنت وتستبدلها بالبادز الكلاسيك دي. والميزه الاكبر في الكنترولر ده اقوى بطاريه موجوده في اي كنترولر موجود لحد دلوقتي. انا فعلا ناسي اخر مره شحنته امتى، ففعلا البطاريه بتاعته ممتازه جدا واختيار مناسب جدا لو انت عندك اي بي سي او بالذات الهاند هيلد. طبعا انت بتوصله بشكل سهل جدا بان انت بتعمل هولد هنا، وبعد كده هيظهر لك على طول الاكس بوكس كنترولر عشان اكس بوكس هي مايكروسوفت، ففي انتجريشن سريع ما بين الاكس بوكس واي ويندوز بي سي، وتقدر ان انت تتحكم فيه بشكل طبيعي جدا وبدون ما تعمل اي كونفيجريشن على الجيم نفسها، هتشتغل معاك بشكل طبيعي بالسيتنجز بتاعه الكنترولر. وتاني اكسسوار عايز اكلمك عنه وهو الانكر 737 اللي بيجي ببطاريه ساعتها 24000 ملي امبير، وكمان فيه نظام بيحمي من الشحن الزايد والسخونه الزايده اللي ممكن توصل لاي باور بانك، وكمان بتقدر تشحنه بالكامل في 52 دقيقة. بس المميز هنا انك تقدر تشحن اي جهاز بقدرة توصل ل 140 واط. 140 واط دي معناها ان انت تقدر تشحن الماك بوك بتاعك او اي لابتوب والايفون بتاعك او الموبايل بتاعك في نفس الوقت، وهيوزع الشحن بشكل متساوي على حسب الاجهزة وقدرة الشحن بتاعها. الشحن كمان بيظهر فيه هنا شاشة LCD بتبين لك كل الخصائص بتاعته، وكمان السايكل بتاع البطارية وكم مرة السكرين اشتغلت، وبيبين لك هنا كمان التوتال باتري بشكل كامل. وبيجي بالكابل ده اللي بيكون موجود عليه 140 واط، فالكابل اللي بيجي معاه بيدعم 140 واط. في هنا زي ما انتم شايفين 3 بورتات، 2 تايب سي وواحد USB 3. انا دلوقتي اقدر اوصله بالليجن جو، وزي ما انتم شايفين دلوقتي بيشحنه بقدره 92 واط، ودلوقتي زي ما انتم شايفين بقى 40 واط القدره المظبوطه بتاعته. وانا شايف ان ده اختيار ممتاز جدا واكسسوار مهم قوي، بالذات لان الاجهزه بتاعت الهاند هيلد بتستهلك طاقه كبيره عشان البروسيسور وعشان الرامات وعشان الشاشه وعشان حاجات كتير قوي، فانت هتحتاج اكسترنال باور عشان يقدر يمدك بباور زياده عشان يقدر يوصل معاك لفتره اطول. وانا مع استخدامي للشاحن ده مع الليجن جو بيقدر ان هو يشحنه لحد 50% لو هو زيرو على الفول تشارج، وده انا بشوف حاجه كويسه لانه هو هيديلك 50% زياده عن البطاريه نفسها في الجهاز. طبعا ده بيعتمد على عوامل تانية كتير، انت بتشتغل على المود ايه وبتلعب على مود ايه عشان هو يستخلص كل الباور الموجود في الشاحن نفسه، ولا ان انت بتستخدمه استخدام بسيط. وده انا بشوف امن باور بانك تقدر انت تستخدمه مع اي هاند هيلد ليك.
اما الاكسسوري اللي بعد كده هو من الاكسسوارز اللي انا ما اقدرش ان انا استغنى عنها، وهو الساندسك اكستريم بورتابل اس اس دي نسخه ال1 تيرا. الهارد ديسك ده بيجي بالاكستريم برفورمانس، بتوصل سرعته ل 1000 ميجا بايت في الثانيه بالنسبه للريد، وبتوصل كمان ل 1000 ميجا بايت في الثانيه على الرايت سبيد. والمميز فيه كمان ان هو صغير جدا وكمان سليم بطريقه رهيبه، انت ممكن تحطه معاك في اي مكان وما تلاحظش وجوده خالص. والبراند بتاعت ساندسك معروفه طبعا، وبتقدم سولوشن كتيره بالنسبه للستورج وغيرها، يعني لو وقع منك على اي سيرفيس مش هيحصل له اي حاجه. كمان فيه الاي بي 55 اللي بيضمن لك ان هو ما يدخلش فيه اي تراب او انه يدخل له حتى ميه، كمان لو عملت له دروب على عمق 2 متر في الميه مش هيحصل له حاجه. فدي ميزه ممتازه جدا في الهارد درايف ده، وانا شايف ان هو الاختيار الانسب. وطبعا انا واخد دلوقتي ال1 تيرا بايت عشان هي كافيه بالنسبه لي حاليا، ولكن الهارد درايف ده فيه ستورج تانية، فيه 2 تيرا وفيه 4 تيرا وفيه كمان 250 جيجا وفيه 500 جيجا. وانا برشح لو انت جيمر وعندك داتا كبيره ما تاخدش اقل من 1 تيرا طبعا. وتقدر ان انت تركب التايب سي اللي بيجي معاه ده، تايب سي تو تايب سي، وكمان بيجي معاه بورت هنا تقدر ان انت تغير التايب سي تو يو اس بي 3، وتقدر ان انت توصله هنا بالليجن جو بشكل طبيعي جدا. ومجرد ما انت توصله هيظهر لك الفولدرات بتاعتك على طول بشكل سريع. وعشان كمان زي ما احنا عارفين الليجن جو فيه 2 تايب سي، فانت تقدر توصله هنا وكمان تقدر تشحنه في نفس الوقت. ودي زي ما قلت قبل كده ميزه مش موجوده في الهاند هيلز التانية. اما دلوقتي هنتكلم على السماعات نفسها اللي هي البوز الكوايت كومفورت. نوع السماعات دي بوز كوايت كومفورت 35 وطبعا شركه بوز غنيه عن التعريف ومن الشركات الكبيره جدا في عالم الصوتيات بشكل عام. السماعه طبعا تقدر تتحكم فيها عن طريق البلوتوث، فتقدر انت تشبكها على الليجن جو على طول. طبعا شايفين ان هي متبهدله شويه لان هي عندي بقالها فتره كبيره قوي. والسماعه دي ميزتها ان هي خفيفه جدا وهي اوفر اير، فودانك هتكون جوه بالكامل، مش هتكون هي اون اير وتضايقك عشان الاستخدام الطويل والعرق. بس طبعا الموديل ده قديم شويه فبيشحن باليو اس بي القديمه مش اليو اس بي تايب سي، ولكن برضو مش هيفرق معايا لان البطاريه نفسها كبيره جدا. طبعا زي ما انتم عارفين ان هي نويز كانسليشن. كمان بوز معروفه بالكواليتي بتاع الساوند بتاعها جبار جدا، والبيز كمان فيه ممتاز. وكمان السماعه دورابل جدا وتقدر ان انت تعمل لها ستريتش زي ما انتم شايفين كده من غير ما يحصل لها اي حاجه خالص. طبعا الاسعار كلها هسيبها لكم في الشاشه زي ما انتم شايفين كده مع كل برودكت. طبعا الاكسسوري دي كلها مش هتكمل من غير كيبورد وماوس. زي ما انتم شايفين كده انا عندي كيبورد ميكانيكال، وانا مش من النوع اللي بحب ان انا اصرف فلوس كتير قوي على الكيبوردز لان هي في الاخر بتقدم نفس الفكره. والماوس ده انا جبته عشان بس شكله حلو، ولكن الماوس ده هتلاقيه رخيص جدا وهسيب لكم اللينك بتاعه على الديسكربشن. بس الميزه اللي عجبتني فيه ان الازرار نفسها سايلنت ما بتطلعش صوت، وكمان في ازرار جانبيه هنا عشان لو عايز تعمل فورورد وباك. بس الميزه اللي عجبتني فيه انك تقدر ان انت تعمل له سويتش ما بين البلوتوث وما بين اليو اس بي نفسها اللي هي الوايرلس. يعني انت تقدر تشبك اليو اس بي في جهاز وتقدر تستخدم البلوتوث في جهاز تاني، فدي ميزه حلوه قوي. وكمان استجابه الماوس نفسه مش بطاله خالص وسريعه وتفي بالغرض. بالنسبه لي انا ممكن ما بستخدمش الماوس في الجيمنج، انا بفضل شخصيا الوضع بتاع الهاند هيلد. بس الميزه اللي انا بشوفها في الكيبورد دي ان انت تقدر توصلها بثلاث اجهزه وتنتقل ما بينهم. انا دلوقتي موصل عليها الماك بوك بتاعي، موصل عليها الليجن جو، وكمان موصل عليها الستيم ديك، وانا اقدر انقل ما بين كل الاجهزه دي عن طريق الاختصار دي اللي هو الاف ان والزد او الاكس او السي. كمان في اكسسوري مهمه قوي من شركه يو جرين وهو الداك ستيشن ده. الداك ستيشن ده معمول خصيصا للهاند هيلز وبالاخص اكتر الستيم ديك والار او جي الاي. بس كمان انت تقدر تستخدمه مع الليجن جو لان هو بيقدم لك هنا بورت تقدر توصل بيه الباور، وبورت للاتش دي ام اي عشان توصله باي شاشه، وبورت تاني هنا للايثرنت، وكمان يو اس بي تايب 3، وفي هنا يو اس بي تايب سي لو عايز توصل اي هارد ديسك او اي حاجه تانية، وفي هنا يو اس بي تايب 3 انا موصل بيها الوايرلس دوك عشان الماوس بتاعي لما اقدر ان انا اوصل الجهاز بتاعي عليه اقدر ان استخدم الماوس عن طريقه على طول. الفكره الوحيده بس مع ليجن جو ان هو ممكن ما يظبطش قوي عليه لان هتلاقي الواير نفسه مش طويل قوي لان حجم الجهاز نفسه كبير، فانت لما تيجي توصله هتحتاج ان انت تجيبه على جنب شويه كده وتوصله وهيكون ثابت معاك الى حد ما. بس لو جينا نجرب مع الار او جي الاي هتلاقيه بيركب بسهوله جدا عشان الحجم اصغر بكتير، وكذلك مع الستيم ديك. وكمان في رابر هنا في الاسفل عشان يكون ثابت اكتر، وفي رابرز كمان هنا موجوده عشان الجهاز نفسه يفضل ثابت في مكانه. فانا بشوف ان دي اكسسوري مهمه جدا عشان تقدر ان انت توصل كل حاجه عن طريقه. دي براند من الشركات القويه جدا في عالم الاكسسوارز. يعني السكين اللي انتم شايفينه ده انا جايبه من دي براند
براند، وكل السكنز اللي عندي بتاعه الهاند هيلز من دي براند. عندي الاكس راي سكن وكمان الكفر نفسه من دي براند. السكن الوحيد اللي انا جايبه من براند تاني واللي هي بوب سكين، اللي هسيب لكم برده الديسكربشن بتاعها، هو في الار او جي الاي، والسكن ده ما كانش موجود في دي براند. وكمان الكواليتي بتاع الباكج نفسها، يعني ده الباكج فقط بتاع السكرين بروتكتور، بيجي لك بالمنظر ده، بيجي فيه السكرين بروتكتور نفسها، وكمان بيجي فيه الكلينج نفسه بتاع الشاشه، والقطعه اللي شكلها رهيب جدا دي اللي بتقدر ان انت تفرغ البابلز الموجوده تحت الشاشه بيها. فشركه دي براند المميز فيها ان هي بتدي لك اكسبيرينس الانبوكسنج مميز جدا، ومش هتلاقيه في اي شركه تانية خالص. وكمان بتستخدم الماجنتس في كل البوكسز بتاعتها، ودي حاجه انا بحبها قوي. خلونا نعرف في الكومنتس ايه اكتر اكسسوري عجبكم، وايه اكتر اكسسوري بتشوفوا ان هو بيكون مهم قوي مع الهاند هيلد ديفايسز. ولو عجبك الفيديو اعمل لايك وشير مع حد ممكن يستفيد بالفيديو ده. شكرا جدا على المتابعه، واشوفكم في فيديو جديد.